جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع اللي انت تعمل حركه مهمه جدا وتعمل حاجه مهمه جدا بعد ما الجراوي ترضع من الام. زي ما انتم شايفين كده الجراوي خلاص شبعت، واللي شبع طبعا بينام ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا هو الجراوي ما بتشبعش، بس يعني طبعا هو خد كفايته بينام وهيرجع كمان شويه ياكل تاني وهكذا. طبعا لازم تعمل حركه كويسه جدا وحاجه مهمه جدا جدا عشان تتجنب الامساك للجراوي، وفي نفس الوقت المثانه بتاعت الجراوي ما تتمليش بسرعه. ولو اتملت تقدر اللي هو البول ينزل من الاخراج بتاع الجارو سواء ذكر او نتايه. ولازم تعمل اللي انا هقول لك عليه ده لو النتايه عندك ما بتعملوش، وحتى لو بتعمله يفضل اللي انت تعمله بنفسك وتبقى ملاحظ الموضوع ده بنفسك انت. تاني الجراوي هي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الجراوي هي شبعت، واللي طبعا ريح، واللي هيرجع ياكل تاني يرجع. بس تعود تعمل الموضوع ده بعد كل رضاعه، بعد ما الجراوي تشبع وخلاص الجراوي ريحت، تبقى انت ماسك الام زي ما انت شايفها كده، وتمسك الجرو يلا شاطرك يا الكاميرا كده توضح كده، تيجي كده توضح اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. الكاميرا تيجي توضح تمام كده يا جماعه اهو. شاطرك يا يلا شاطر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. ده كده انا بفضي المثانه من البول تمام، وبتنضف وبتطهر تمام المكان الاخراج بتاعه البول والبراز، بحيث اللي هو ما يعملوش انتفاخ وغازات وحاجات زي كده وتبقى مشكله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، بمسك جرو بعمل الموضوع ده اهو. لو النتايه حتى بتعمله بنفسها مع الجراوي ماشي، بس ممكن تعمل جرو لا، انما انت كده بتعمل الجراوي كلها اهو زي ما انتم شايفين اهو. شاطرك يارا شاطر متخافيش. طبعا هو عشان مصطفى واقف قلقانه. شاطر يلا شاطرك يارا برافو. بتعمل الموضوع ده يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين. بمسك جرو اهو، وبخليها تلحس في مكان الاخراج بتاعه اهو، علشان اللي هي تفضي المثانه بتاعته والبول والبراز بتوعه. تمام كده يا جماعه. شاطر اهودي. طبعا انا خرجت بقى مصطفى اهو، بحيث ان انا اصور اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بس بقى خلاص اقعدي. طبعا زي ما انتم شايفين لما بتعمل الحركه دي بتخلي حتى الجرو نايم وينام من غير ما يبقى ما عنده انتفاخ او اي مغص او اي حاجه، لان طبعا الحركه دي بتفضي الغازات اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. هي بتعمل اهي، والجرو اهو بتفضي المثانه بتاعته وبتفضي الغازات والبراز بتوعه. تمام كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. مهم جدا اللي انت تعملوا الموضوع ده يا جماعه عندكم، وكل رضاعه لازم تعمل الموضوع زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الجراوي اهي كله نام مستريح بسبب طبعا تفضيه المثانه والغازات والحاجات الانتفاخات اللي هي ممكن تعملها اثناء الرضاعه والحاجات دي، واثناء الزبادي اللي احنا بنديها له. يبقى احنا كده بنطمن على حاله الجراوي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت المعلومه يكون وصلكم. تحياتي للجميع. اي حد عايز اي حاجه تحت امره في اي وقت يكتب لي بالسؤال بتاع حضرتك، بالاستفسار بتاعك اللي انت عاوز تعرفه في التعليقات، وانا هرد بحلقه مخصصه لحضرتك. يا ريت يا جماعه نكتر من اللايك عشان اللايك بيفرق معانا في الفيديو. ويا ريت يا جماعه لو انت لسه ما اشتركتش واول مره تشوفني النهارده، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل جديد. وانتظروا الفيديوهات القادمه، فيديوهات جميله جدا ان شاء الله امر الله يا رب تعجبكم. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.